إزاي تبني عادات إيجابية وتتخلص من عاداتك السلبية. يعني إيه عادة؟ تعرف إن العادات اليومية اللي عملتها النهاردة قبل ما تسمع الفيديو عملتها بشكل تلقائي ومن غير تفكير؟ عمرك فكرت إزاي بتغسل سنانك أو إزاي بتعمل القهوة؟ مع إنك أول مرة وإنت بتعمل الحاجات دي كنت محتاج تديها كل تركيزك واهتمامك، لكن النهاردة بعد ما عملتها مئات وآلاف المرات بقيت بتعملها بشكل تلقائي وكأنها بتعمل نفسها بنفسها، صح؟ أو بمعنى آخر، الأفعال الروتينية دي بقت عادات. كتير من الناس بتفتكر إن العادات مجرد سلوكيات، فلما بيحاولوا يتخلصوا من عادة سيئة بيفكروا إن كل اللي محتاجينه هي قوة الإرادة بس، لكن الحقيقة إن كل العادات بتاعتنا هي شكل من أشكال العمليات اللي بتحصل في دماغنا، يعني علاقتها بقوة الإرادة ضعيفة جدا. يعني لما بتكرر نفس الفعل كذا مرة بنفس الطريقة دماغك بيبرمج العادة دي جواه، ولما نفهم إزاي العادة بتتكون جوه الدماغ ساعتها بس هنقدر نعمل تغيير حقيقي في عاداتنا ونبطل العادات السلبية ونبدلها بعادات تانية إيجابية تفيدنا. علشان تكون عادة جديدة محتاج عدد معين من الأيام، من 30 ل 60 يوم على حسب طبيعة العادة اللي بتحاول تكونها، ولازم العادة دي تتكرر بشكل متكرر، مش لازم بشكل يومي، لكن لازم يكون معدل التكرار كبير، ولازم يكون موحد، يعني يحصل بنفس الطريقة كل مرة. وهنا بيبان الفرق بين انك تجبر نفسك انك تروح الجيم وبين انك بتصحى الصبح تروح الجيم بشكل تلقائي، لانها بقت عادة اتعودت عليها كل يوم. والعادة مش هتبقى عادة إلا لو بقت ممارستك ليها ممارسة مستمرة وتلقائية، وهتلاقي نفسك بتعملها بشكل منتظم ومن غير تفكير، وإلا هتكون مجرد حاجة قدرت تجبر نفسك عليها بشكل متكرر وخلاص. تخيل للحظة إنك بقيت قادر تعمل كل السلوكيات اللي بتخليك مميز وناجح بشكل تلقائي ومن غير ما تضطر تقول لنفسك أنا لازم أجبر نفسي إن أروح الجيم أو أذاكر أو أتعلم حاجة جديدة النهاردة. في الحقيقة مستحيل ما يكونش عندك عادات، لأنها بتتكون لوحدها حتى من غير ما نحاول، زي ما حصل مع كتير من عاداتك الحالية. لكن الهدف من الكتاب ده إننا نتحكم بوعي في عملية تكوين العادات، علشان نقدر نشكل ونكون العادات اللي عايزينها تكون جزء أصيل من حياتنا ونبدل السيء منها. طريقة تكوين العادات ممكن تكون بسيطة نوعا ما، لكن في الحقيقة هي أكتر حاجة هتفيدك في الحياة. العادات الكويسة بتساعدك على التعلم أيا كان نوعه، بتخليك تاخد خطوات ثابتة لتحقيق أهدافك، والأكتر من كده إنها هتطور شخصيتك واحترامك لنفسك. وفي النهاية الإنسان هو مجموع أفعاله المتراكمة يوم بعد يوم. لو اعتمدنا على المتعة اللحظية مش هنوصل لأبعد من كده. لو استسلمنا من التحدي الأول في تكوين العادة اللي هتنفعنا مش هنقدر نتقدم في مسارات حياتنا، ولا هنتعلم ولا هنتطور، ومش هنقدر نخرج بره حدود مناطق راحتنا. العادات الكويسة اللي بنتكلم عليها مش بس الرياضة والقراية والأكل الصحي، دي كمان بتشمل النمو النفسي وتغيير الحديث السلبي مع النفس ونقد الذات. الغريب في العادات إنها مصممة لمساعدة دماغك وبتوفر عليك وقت كبير. يعني تخيل لو كنت مضطر كل يوم تتعلم إزاي تعمل القهوة من الصفر، لكن لو بقت عادة هتوفر عليك قدراتك العقلية دي لحاجات أهم زي حل المشكلات والإبداع. وعلشان تتبع عادة جديدة عليك وعلى الخطوات البسيطة دي. الخطوة الأولى، ابدأ بسرعة ومن غير تفكير واستمر، لأن استمرارك هو اللي هيخليها تثبت في دماغك، وحاول ما تشتتش نفسك على قد ما تقدر. الخطوة التانية، اتأكد من دعم بيئتك ليك، خليك مع الناس اللي بتفهمك ومش بتحاول تشتت انتباهك، وما تنساش تكافئ نفسك لو استمريت في فعل العادة الكويسة. الخطوة التالتة، لا تتوقف، ما توقفش حتى لو العادة ثبتت في روتينك، لأنك كل ما اتدربت أكتر كل ما هتزيد قوة العادة. نقطة كمان مهمة، إنك لما بتغير العادة السيئة وتبدلها بعادة تانية إيجابية بيكون أسهل بكتير من إنك تتخلص منها وتبطلها خالص. فعلى سبيل المثال صعب أوي تبطل أكل الحلويات والشوكولاتة، لكن لو حاولت تبدلها بعادة صحية زي أكل الفاكهة وتعتمد على الفواكه للتحلية بدل الحلويات هيبقى أسهل بكتير. والالتزام أفضل من قوة الإرادة. إن الإنسان يبقى عايز يتغير فدي حاجة معروفة وسهلة، لكن الصعوبة بتظهر عند التنفيذ، لأن الأفعال أصعب من الكلام. ممكن تبقى متضايق قوي من وضعك دلوقتي، لكن مهما كنت متضايق فده مش كفاية لتغيير وضعك للأحسن. والسر هنا مش في المعرفة أو المهارة أو العاطفة أو العزيمة، على الرغم من أهمية كل دول، لكن السر في الالتزام. الالتزام هو اللي بيخليك ترجع تعمل عاداتك اليومية الكويسة يوم
يوم بعد يوم حتى لو كانت مملة أو صعبة، لأن العادات الكويسة دي هي اللي هتساعدك على الاستمرار في العمل لتحقيق أهدافك وتفضل على المسار الصحيح. لكن خد بالك، التزامك مش بيخلي الأمور أسهل، هو بيخليك مستعد لأي احتمال، فأيا كانت الظروف بالنسبة لك هيفضل عملك زي ما هو، وهتعمل عاداتك زي ما خططت لها مش أكتر ولا أقل، وهتكون قادر تستمر وتعمل تحسينات تدريجية حتى لو تحسينات بسيطة جدا لكن باستمرار، وفي النهاية دي هتكون خطوة في الاتجاه الصح مهما كانت صغيرة. فالقاعدة الأساسية هي التركيز على العملية نفسها مش على النتيجة. ركز على دلوقتي اللي ممكن تعمله، ركز على العادات اللي تقدر تبنيها وتحافظ عليها، ركز على الخطوة اللي جاية مش على ال40 خطوة اللي جايين. في البداية حدد هدفك بشكل واضح لكن خليه على جنب علشان تركز على طريقك. ومن ضمن الأساليب اللي هتساعدك تغير السلوك السيء أو تبطل العادة السيئة هي إنك تتحكم في اندفاعاتك. غالبا الإنسان بيتصرف بناء على اندفاعاته من غير ما يكون عنده رؤية أو تخطيط، واندفاعاته دي بتظهر فجأة وممكن تغير مسار يومه كله، وهنا بتموت العادة. فالسيطرة على الاندفاعات هي مفتاح الانضباط المستمر. اسأل نفسك لماذا 5 مرات، يعني علشان تتحكم في اندفاعاتك اسأل عن السبب. الطريقة دي هتساعدك توصل لجذور أسباب اندفاعاتك والوصول لمعلومات جديدة عن نفسك. فاسأل نفسك 5 مرات وهتتفاجئ في كل مرة لما هتوصل لإجابة مختلفة عن اللي قبلها، لأنك هتجبر نفسك على تبرير سبب تغلب الاندفاعية على العادة. مثال بسيط جدا، ولتكن العادة الكويسة بالنسبة لك حاليا هي التحكم في الإنفاق أو التقليل من الإسراف، لأنك بتخطط لحاجة كبيرة في المستقبل. ولنفرض إن عندك إحساس اندفاعي لكسر انضباطك في الإنفاق وشراء تيشيرت جديد، فاسأل نفسك لماذا 5 مرات. انت ليه عايز التيشيرت؟ عجبك؟ ليه عايز تشتريه؟ سعر ممتاز بالنسبة لك؟ خلي بالك انت لسه لحد دلوقتي واقع تحت تأثير اندفاعيتك. هسألك تالت مرة، ليه عايز تشتريه؟ ما عندكش سبب حقيقي غير رغبتك في الشراء وخلاص. اسأل نفسك رابع مرة، ليه عايز تشتريه؟ شكله حلو؟ 5 مرة، ليه عايز التيشيرت؟ بدأت دلوقتي تفكر انك مش عايزه في الحقيقة؟ سجل عندك كل الإجابات بتاعتك. بمجرد ما تسأل نفسك ليه 5 مرات هتعرف مزايا وعيوب الحاجة اللي عايز تعملها، فممكن توصل في الآخر لعدم وجود مبرر لاندفاعيتك دي. لكن لو كنت محتاج فعلا التيشيرت كانت إجاباتك هتبقى مقنعة أكتر من كده ومن أول مرة. ومن ضمن الأخطاء اللي ممكن ترتكبها في تصميم العادة إنك من البداية تدور على النتيجة مش على طقوس أو روتين. الناس كلها دلوقتي بقت بتحب المكافآت والنتيجة النهائية، فبنبقى عايزين نخس 20 كيلو دفعة واحدة ونخلي إنتاجيتنا 110%، وناخد المركز الأول في كل حاجة، وبنقدر الجهد اللي بنبذله. لكن لو محققش النتائج اللي عايزينها بالظبط بنعتبر إن الجهد ده فشل. تصور عملية التغيير على إنها حاجة بتحصل كل يوم، فركز على الجري لمدة 15 دقيقة و20 دقيقة في التأمل و30 دقيقة من الدراسة، أو ساعة كاملة من التدريب على آلتك الموسيقية كل يوم. يعني تخلي عقلك موجه للروتين نفسه مش على النتيجة النهائية، وقيس تقدمك التدريجي ده بعد كل سنة وكل شهر وكل أسبوع. وبس كده، أشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.